هذه الهديسه ديالنا. شوفوا تبارك الله كيفاش كطلع غزاله مريقه خضره. في الاخر زدت واحد شويه ديال الربيع داك اللي نقصت من قبيله، وشويه ديال زيت العود، معلقه ديال زيت العود، وشويه ديال الكمون. وما تنسيش انك تفيري فيه الملح ياك لا يجيك مسوس ولا شي حاجه. غادي نرافق هاد الهديسه هادي بلاطه ديال السردين مشوي في الفران، وشليضه ديال المطيشه والخيار والبصله. والله يجعل البركه، اللهم اديمها نعمه واحفظها من الزوال. ما تنسيش انك تشتركي في لاشين، والله الا الاشتراك فرض. لاطه ديال السردين ديالنا ها هي من بعد ما خرجناها من الفران. السردين ديالنا هو طايب، راه قشرته لكم هنا شويه باش تشوفوا النتيجه ومقرمش تبارك الله. شوفي القشره. الا بغيتي هاد النتيجه هادي، حاولي انك تاخدي السردين يكون جديد، وكيف ما قلت لك يعني كيف ما تدخليه، كيف ما تجيبيه من المارشي ولا من مول الحوت نيشان، دخليه يطيب في الفران. هذا من جهه اخرى حاولي انك تاخدي تختاري الحوتات اللي كيكونوا كبار، كيكونوا شويه مشحمين باش كيطلقوا الزيت ديالهم. اما هذاك الصغيور فاش كتدخليه تشويه في الفران غير كيلصق لك في اللاط. صافي، يلا بالصحه والراحه. هذه هي اللاطه ديال السردين مشوي اللي غادي نرافق بها العدس اليوم. هي طيبه، ونتلاقاو مره اخرى ان شاء الله.